السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير؟ نتمنى تكونوا كلكم بالف خير. هاد النهار غادي نحضر واحد التحليه اللي كتجي سهله وزوينه وبمقادير بساط. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. حضرناها بالبرتقال وبالرمان. استعملت هكا القشور ديال البرتقال والقشور ديال الرمان اللي عمرت فيهم هكا داك التحليات ديالنا اللي كيجيو زوينين هكا. كنبدلوا شي شويه الديكور وكيعجبوا هكا الوليدات الصغار. كنتمنى هاد التحليه تنال الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تخليوا لي واحد جيم وتعليق زوين بحالكم اللي كيفرحوني بزاف بزاف. في المقادير كنحتاجو عندي هنايا نصف لتر ديال العصير ديال البرتقال، عندي نصف لتر كذلك ديال الحليب، عندي واحد التفاحه اللي قطعتها هكا على هذا الشكل رقيق، عندي هنايا واحد الرمانه، عندي هنايا واحد البرتقاله اللي قطعتها حتى هي طريفات صغار، عندي هنايا واحد معلقه صغيره ديال الزبده، عندي السكر، عندي النشا، عندي سكر فانيل. هادو هما المقادير ديالي. ندوزو ان شاء الله لطريقه التحضير. خديت واحد الطنجره وضعت فيها العصير ديال البرتقال، غادي ناخذ 3 ديال المعالق ديال النشا، على هذا الشكل، كذلك 3 ديال المعالق ديال السكر، واحد سكر فاني، زائد واحد شويه ديال حبوب الشيا، كتبقى اختياري، انا بغيت نضيفو، غندير غير شويه. غادي نحركهم مزيان حتى يتجانس لي داك السكر والنشا مع العصير ديال البرتقال. وغادي نضعهم فوق النار مع التحريك المستمر. من بعد ما اختار لي الخليط اللي بحال هذا الشكل، عندي هنايا هاد البرتقاله خويتها هكا من الداخل، هاد اللب ديالها هو اللي غادي نستعملو دابا، ها هو، وكذلك الرمانات باش غنعمر فيهم هاد التحليه. غادي نضيف البرتقال، نخلطهم مزيان. دابا غادي نعمر هاد البرتقاله ديالي. انا عمرتهم دابا بجوج، غادي ندخلهم للثلاجه باش يبردوا. دابا غادي نحضر التحليه الثانيه. خديت الحليب وضعته حتى هو في الطنجره، غادي نضيف كذلك 3 ديال المعالق ديال النشا، نفس المقادير اللي وضعتهم في التحليه ديال البرتقال، السكر 3، حبوب الشيا، سكر فاني،
نخلطهم مزيان حتى يذوب لي النشا مع السكر والزيت. غادي نوضعهم فوق النار حتى يختل لي الخليط، عاد غنضيف عليه الرمان. من بعد ما طابت لي التحليه ديالي دابا غنضيف فيها الرمان. يمكن لكم تضيفوا اي نوع ديال الفواكه، ماشي ضروري الرمان ولا البرتقال، لكم الاختيار، ضيفوا اي نوع ديال الفواكه. انا اختاريت انني ندير في البرتقال والرمان، كيجي الديكور ديالهم هكا زوينين. دابا غادي نعمر هاد الرمانات ديالي بالتحليه. اما الباقي ديال التحليه اللي شاطت لي من التحليه ديال البرتقال واللي غادي تشيط لي من التحليه ديال الرمان، غادي نعمرهم في كؤوس ولا نديرهم في شي لاطه هكا على شكل طبقات، طبقه فوق طبقه. المهم لكم الاختيار، واللي ما بغاش هكا يعمرهم في البرتقال ولا في الرمان يمكن لكم تعمروهم في كؤوس عادي. انا بغيت نبدل هكا الديكور، وهكا حتى الوليدات الصغار كيعجبوهم هكا. من بعد ما غادي نسالي التعمر ديال هاد الرمانه، غادي ندخلهم للثلاجه واحد المده ديال ساعه ونص حتى لجوج سوايع. دابا غادي ناخذ هاد اللاطه ديال لي مادلين، غادي ندهنهم مزيان بالزبده. من بعد ما دهنتهم غادي ناخذ دابا تفاح، غادي نضيف فيه معلقه مع مراج ديال السكر، غادي نخلطهم مزيان مع بعضهم. دابا غنبدا نستف داك التفاح بحال شكل هكا وريضه كما كتشوفوا. نحاول نقدهم هكا بشويه بشويه. اما في الوسط غادي نعمرهم داك التفاح هكا اللي كنلقى ديك الطريفات هكا مهرسين، غادي نبقى نعمرهم بحال هكا، غنقسمهم ونعمر فيهم هكا الوسط. كتجي هاد التحليه زوينه ديال التفاح. غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نعمرهم كلهم. التفاحه عمرت لي هكا 6، واللي بغى كميه كبر يدير هكا 2 ولا 3، لكم الاختيار، الكميه كتبقى على حسابكم شحال بغيتو نتوما. غادي ندهن داك التفاح مزيان بالزبده، وغندخلهم للفران يطيبوا. اللي غنكونوا مسخنينه من قبل على درجه حراره 200 لمده ديال 10 دقائق. كيكونوا واجدين، ما كياخذوش بزاف ديال الوقت. وهذه هي التحليه ديالي، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. الصراحه كيجيو زوينين وراقيين في المنظر، وحتى البنه راه كاينه. قسمت داك البرتقاله والرمان على 4 كما كتشوفوا. اما بالنسبه للتفاح فانا عمرتها بالكريمه اللي حضرتها معكم في الفيديو السابق ديال الكيكه بدون بيض، اللي حضرتها بالكريمه واللوز والكاوكاو والكراميل. كما كتشوفوا كتجي داك الكريمه زوينه وكتواتى مع التفاح، ولا يمكن لكم تعمروها باي كريمه كتبغيوها. كيجيو هاد التحليات زوينين لا في المنظر ولا في المذاق. وشكرا بزاف على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. بسلام عليكم.